اهلا اهلا يا حلوين، تعالي النهارده اقولك ازاي تسلقي الفراخ وتطلعي منها شوربه زي العسل، وكمان ازاي تعمليها بالمرته وتحمريها وتطلع معاكي باللون الخطير ده. اول حاجه سميت الله طبعا وغسلت الفراخ كويس جدا، بنقعها كده لمده نص ساعه في ميه ومعلقتين من الملح ومعلقتين من السكر وكمون. معلقه من الكمون بتضيع اي ريحه زفاره. بسيبها منقوعه لمده نص ساعه وبعد كده اغسلها كويس واحطها في المصفى تنزل كل الميه اللي موجوده فيها. بعد كده بجيب بصلايه، بجيب طماطمايه، بضربهم في الكبه ضرب ناعم وبحط عليهم معلقه من الملح وفلفل اسمر وكمان معلقه من الكمون والكزبره الناشفه والسبع بهارات. ادعكي كويس جدا عشان البصل ينزل كل الميه اللي موجوده فيه. بعد كده بجيب الفراخ، ولازم الفراخ تكون ناشفه ما يكونش فيها ميه، علشان الميه دي هي اللي بتعمل ريحه زفاره للفراخ. وببدا ان انا اتبل الفراخ، بدخل التتبيله دي في كل حته كده في الفراخ، بعمل لها كده مساج. لازم بقى تسيب الفراخ متبله في المرته ديت ليله كامله علشان الفراخ تتشرب كده وتاخد طعم البصل وميه البصل وتديكي طعم حلو جدا لما تستوي. بكتف الفراخ بقى زي ما انت شايفه كده، وحطيت حله على النار، واول ما الميه تغلي بنزل بالفراخ. انا هنا حسيت ان الحله هتكون صغيره فنقلتها في حله كبيره. بحط بصلايه مقطعاها 4 وطماطمايه حبهان ومستكه ورق لوري مطحون. حابه تحطي جزر مفيش مشكله، بس انا بحس ان هو بيغير الطعم شويه. اهم حاجه كمان ان انت تظبطي الملح، تحطي الملح زياده سيكه كده علشان الفراخ بتتشرب من الشوربه، بيبقى لحمها حلو كده مملح وجميل. نص ساعه بالظبط عشان تاخدي شوربه حلوه. هدي النار وسيبي الفراخ تستوي براحتها. نص ساعة بتطلع معاكي بالجمال والحلاوة ديت. طبعا الشوربة تعملي بقى ملوخية، تسقي محشي لسان عصفور زي ما انت حابة. بعد كده جبت معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، وحط عليهم معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من العسل النحل. ايوه، العسل النحل هو اللي بيديها اللون التحفه ده. ما تقلقيش، مش بيديها طعم مسكر ولا حاجه، بس بيديها لون رهيب. هدهن بقى الفراخ كويس جدا وبدخلها الفرن في الرف الوسطاني 10 دقايق كده، واقوم مولعه الشوايه. بس لازم الفرن تكوني مسخناه كويس جدا قبل ما تدخلي الفراخ. ربع ساعة وتطلع معاكي بالمنظر الحكاية ده، تحفة. اللي يشوفها يقول عليها فراخ مشوية مش فراخ مسلوقة أبدا. رائعة، طعمها حلو جدا. متبلة عشان أنا سبتها ليلة كاملة متبلة، واخدة كده طعم المرتة بتاعت البصل. كده ما شاء الله الوصفة بتاعتنا خلصت. ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو.